أهلا وسهلا بكم متتبعي قناة الرياضيات بالدارجة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات والإعجاب ومشاركة رابط الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة مع درس الأعداد العشرية بالنسبة للمستوى الخامس والسادس ابتدائي. أولا سنبدأ بتعريف العدد العشري. يعني أشنو هو العدد العشري؟ من ماذا يتكون العدد العشري؟ العدد العشري يتكون من جزئين بينهما فاصلة، يعني أي عدد لقيت فيه فاصلة يعني أنه عدد عشري. يتكون من جزء صحيح اللي هو هذا يكون على يسار الفاصلة. هذا الجزء هذا يعني أي عدد عشري مكتوب على هذا الشكل هذا تكون فيه الفاصلة، يعني يتكون من جزئين، فيه جزء صحيح هذا كتسمى الجزء الصحيح يكون على يسار الفاصلة، هذا الجزء الصحيح. وهذا اللي كيكون مورا الفاصلة يعني على يمين الفاصلة يسمى الجزء العشري، هذا كيتسمى الجزء العشري. هذا هو العدد العشري. مثلا 3.14 هذا عدد عشري يتكون من الجزء الصحيح والجزء العشري. 3 هو الجزء الصحيح و14 اللي هي مورا الفاصلة هذا هو الجزء العشري، يعني يكون مورا الفاصلة. عند إضافة أصفار على أقصى يمين الفاصلة لعدد عشري لا يتغير، يعني مثلا يكون عندنا واحد العدد عشري وخا نزيدوا أصفار مورا الآخر عدد مورا الفاصلة ما غاديش يتغير القيمة ديال العدد ديالنا. مثلا 14.51 راه هي كتساوي 14.510. هاد الصفر هذا سواء حسبناه سواء ما حسبناش ما غاديش يتغير والو في العدد ديالنا، سواء زدنا عدد من الاصفار مورا اقصى عدد كنقصدوا به يعني اخر عدد مورا الفاصله، يعني ما كنعنيوش به مثلا داك الصفر مثلا اللي كيكون مثلا وسط عددين مورا الفاصله مثلا 15.510 هذا كيتحسب، ولكن كنعنيو بهم الاصفار اللي كتكون مثلا مورا أقصى عدد على يمين الفاصلة، مثلا 14.51 هذا هو أقصى عدد واحد، وخا نزيدو هنا بزاف د الأصفار بحال زدناهم بحال نقسناهم القيمة ديال هذا العدد ما غاديش تغير، يعني 14.51 مثلا 14.510 كيبقى العدد دائما هو 14.51 سواء قرينا هكا سواء قرينا 14.5100 سواء قرينا 14.51 بحال هاد الاصفار ما كيزيدوا والو ما كينقصوا والو العدد ديالنا، سواء زدنا صفر او صفرين او 3 اصفار او 4 اصفار قد ما زدنا ديال الاصفار مورا اقصى عدد على يمين الفاصله لا يتغير العدد العشري، يعني القيمه ديالو ما كتغيرش كتبقى هي. وللتذكير ان ليس أي عدد كسري فهو عدد عشري، مثلا ماشي أي عدد نقسمه على عدد يعطينا فاصلة مثلا غادي نقولوا عدد عشري، لا، وإنما عندما تكون العملية مضبوطة مثلا 37.521 هنا تتوقف العملية. أما ملي تخرج لنا مثلا واحد العملية مثلا فيها عملية غير مضبوطة يخرج لنا بزاف الأعداد المنفصلة والعملية غير مكتملة، هذا ليس بعدد عشري. إذا لتحويل كسر عشري إلى عدد عشري، مثلا عندنا واحد الكسر عشري قلنا في الحلقة السابقة بلي الكسور العشرية شنو كنقصدوا بالكسور العشرية؟ هما الأعداد اللي كتكون مقسومة على مثلا 10 اللي كتكون عندنا في المقام 10 ومضاعفتها، يعني 10 ومضاعفتها هذا هو العدد الكسر العشري. الكسر العشري كنقصدوا به العدد الذي يوجد في مقامه 10 ومضاعفتها، يعني 10 100 1000 10,000 إلى آخره. عندما تكون في المقام كيفاش كنحولوه إلى عدد عشري بلا ما يكون على شكل كسر؟ مثلا كيفاش كنديروا؟ كنوضعوا
نضع العدد كما ورد ثم نضع الفاصلة بحسب عدد أصفار المقام. مثلا كنضع العدد ديالنا كنحطوه هو 8 مثلا 8 على 10 غادي نحطو 8 ونشوفوا شحال عندنا من صفر في المقام. عندنا 10 شحال فيها من صفر؟ فيها واحد الصفر. إذا غادي نحسبوا دائما كنخليو واحد العدد مورا الفاصلة، يعني كنحسبوا واحد العدد عندنا واحد الصفر غادي نقولوها واحد وغنديروا الفاصلة، يعني هنا غادي يكون صفر آخر. يعني هذه أصلا كتكتب على هذا الشكل هذا، مثلا سواء تكتبات صفر 8 على 10 هي 8 على 10. غادي نخليو واحد العدد غادي نديروا فاصلة، هذا خطرة يعني فاصلة 8 هي 0.8. هنا مثلا 135 على 100 غادي نوضعوا العدد ديالنا 185 وغنجيو للمقام غادي نلقاو شحال عندنا من صفر. عندنا صفران غادي نخليو واحد جوج، عندنا جوج الاصفار غنخليو جوج الاعداد مورا الفاصله غادي نحسبوا واحد اثنان ونديروا الفاصله يعني تساوي 1.85. مثلا هنا 13437 مقسومه على 1000. هنا اشنو غادي نديروا؟ غادي نوضعوا العدد ديالنا كما ورد 13437. اذا غادي نحسبوا شحال عندنا من اصفار. عندنا ثلاثه اصفار غادي نحسبوا هنا ثلاثه اعداد، واحد جوج ثلاثه او ثلاثه ارقام. هنا غادي نخليو ثلاثه ارقام وراء الفاصله وكنوضعوا الفاصله ديالنا هنا. اذا يساوي 13.437. هكذا كنحولوا الكسر العشري الى عدد عشري، يعني بلا ما نكتبوه على شكل كسر، لان العدد العشري اصله هو عدد كسري، يعني جاي من الكسر. يعني كيكون عندنا واحد العدد كسري كنحسبوه كنديروا القسمه وكيخرج لنا ذاك العدد العشري. ثانيا غادي نشوفوا كتابة عدد عشري بالأرقام والحروف. كيفاش كنكتبوا العدد العشري بالأرقام والحروف؟ مثلا غنعطيو مثال. هذا العدد هذا 14.25، يعني نقدروا نكتبوه على شكل مثلا 14.25. هنا 14 هنا هذا هو الجزء الصحيح كما قلنا، وهذا الجزء العشري يعني يوجد وراء الفاصلة. نقدر نقراو 14.25. نقدروا نقراو مثلا 14 و25 جزء من 100. 25 نقراوها جزء من 100. نقدر نقراو مثلا 14 وحدة، هذه 14 وحدة و25 جزءا من 100 و25 جزء من 100. كيف ذلك؟ مثلا هذا العدد هذا 716.325. هذا عدد عشري يتكون من هذا الجزء الصحيح وهذا يسمى الجزء العشري. إذا في الجزء الصحيح هذا يتسمى رقم الوحدات، وهذا يتسمى العشرات، وهذا يتسمى المئات. إذا هذا العدد كامل يتسمى عدد الوحدات، يعني 716 يتسمى عدد الوحدات. إذا قلنا مثلا 71 يتسمى عدد العشرات، قلنا 7 هو المئات، عدد المئات. إذا 716 يسمى 716 وحدة. نقدر نقراو 700 إذا بغينا نكتبوه 700 وحدة، 700 وحدة و16 عفوا. نقدر نقراو 716 وحدة، هذا 716 وحدة يتكون من المئات العشرات الوحدات. أما في الجزء الصحيح الجزء العشري هو
يتكون دائما العدد أو الرقم الذي يوجد مباشرة من وراء الفاصلة يسمى الأعشار. أعشار، هذا الجزء هذا يسمى الأعشار. يعني الأعشار هذا كيتسمى ثاني العدد الثاني أو الرقم الثاني مباشرة من وراء الفاصلة أجزاء المئة. هنا يوجد أجزاء المئة. هنا يوجد أجزاء المئة. الرقم الثالث يسمى أجزاء الآلاف. أجزاء الآلاف. هكذا كنقراو، يعني بغينا نقراو مثلا بغينا ثلاثة تسمى هنا مثلا ثلاثة هي 3 أعشار ديال هذا العدد 3 أعشار. هنا 32 هذا 32 يسمى 32 جزءا من المئة. 32 إلا قرينا 32 كاملة نقراوها 32 جزءا من المئة. دائما كنقراو العدد الأخير، الرقم الأخير في العدد اللي بغينا. مثلا خدينا 32 مورا الفاصلة غادي نقراوها 32 جزءا من المئة كما درنا بحال هنا. خدينا عندنا 25 ونقراوها 25 جزءا من المئة. كون عندنا غير اثنان غادي نقراوها 14 وحدة. 14 وحدة. ومثلا عندنا غير اثنان ما عندناش 5 غادي نقولوا وعشرين. يعني عندنا جوج الأعشار. يعني الأعشار الرقم الأول مباشرة مورا الفاصلة يسمى الأعشار. الثاني إلا عندنا جوج الأرقام مورا الفاصلة كتسمى أجزاء المئة. عندنا الثالث يسمى أجزاء الآلاف. هذا هو العدد العشري. مثلا نعطيو مثال 6 وحدات و35 جزءا من المئة. بغينا نكتبوها بالأرقام. 6 وحدات يعني الوحدات، أنا نتحدث عن الوحدات، يعني عدد. غنوضعوا النقاط مثلا ونوضعوا الفاصلة غنديروا بحال هكا. هنا الوحدات قلنا هذا هو الوحدة. إذا 6 عندنا غير 6 وحدات. إذا غادي يكون هنا ما عندناش المئات وما عندناش الآلاف. شنو عندنا الوحدات 6. غادي نوضعوا غير 6. هادو ما كيتقراوش أصلا 0 0 6 6. غير كنوريكم الطريقة باش تكتبوا الطريقة الصحيحة. 6 وحدات و35 جزءا من المئة. يعني 35 يعني غادي عندنا 3 أعشار وعندنا 5. هذه هي 5. كنكتبوا دائما من عندنا جزء من المئة ونكتبوا من هنا 5. نكتبوا 5 في جزء من المئة و3 في الأعشار. وهنا في الآلاف ما عندناش، عندنا صفر قلنا سواء كتبناه مورا الفاصلة سواء ما كتبناش العدد ديالنا غيبقى صحيح. إذا هذا هو 6 وحدات و35 جزءا من المئة هي 6.35. نقدروا نقراوها 6.35 أو 6 وحدات و35 جزءا من المئة. عندنا هنا هاد أجزاء المئة 10 وحدات. قلنا إلا خدينا جوج الأرقام مورا الفاصلة مكانش كنقراو الأعشار كنقراو أجزاء المئة. كون كان عندنا العدد الثالث غادي نقراوه بالآلاف. غادي نقراو أجزاء الآلاف. مثلا إلا حيدنا المئات ودرنا بلاصتها الآلاف. مثلا غنحيدو المئات ونديرو جزءا من الآلاف. كيفاش غادي نكتبوا هذا العدد هذا؟ نفس الشيء. عندنا فاصلة، عندنا دائما هذا هو العدد العشري. عندنا صفر وعندنا 6. عندنا 6 وحدات 6. غادي نكتبوا في هذا الجزء الصحيح. يعني دائما الجزء الصحيح يساوي 6. و35 جزءا من الآلاف. 35 يعني 35 غادي نبداو من الآلاف من العدد الثالث. غنكتبوا هنا 5 وغنتبعوها 3 وهنا بقى عندي خاوي. هنا ما عندناش الأعشار غادي نكتبوا 0. هكذا كنكتبوا يعني تساوي 6.035. كتقرا 6.035 أو كتقرا 6 وحدات و35 أجزاء الآلاف. لأن هذا يتسمى 35 أجزاء الآلاف. ما عندناش الأعشار عندنا 0. مثلا إذا نفترض ما عندناش الآلاف، ما عندناش أجزاء الآلاف، ما عندناش أجزاء المئات وما عندناش حتى الوحدات. عندنا 4 أعشار. مثلا هذا المثال هذا 4 أعشار. كيفاش غادي نكتبوا 4 أعشار؟ يعني شنو غنقولوا؟ دائما كما قلت لكم كنوضع في الوسط ديالك 3 نقاط ودير فاصلة، وضع 3 نقاط مورا الفاصلة
وشوف العدد ديالو. قول 14. يعني في الكتابة الحرفية ما عنديش المئات، غنكتب صفر. ما عندناش العشرات، كتب صفر. ما عندناش الوحدات، غنكتب صفر. يعني ما عندنا حتى شي وحدة، عندنا صفر في الوحدات. غادي نمشيو للجزء العشري. عندنا 14. عندنا الأعشار. قلنا الأعشار دائما توجد مباشرة، هو الرقم الأول مباشرة مورا الفاصلة. إذا غنكتبو 4 هنا. إذا 14. وما عنديش أجزاء المئة وما عنديش أجزاء الآلاف. وهاد الأصفار سواء كتبناهم ولا ما كتبناهمش ما كيزيدوا لينا والو الرقم ديالنا، العدد ديالنا. وهادو أيضا إذا هي 0.4. يعني 14 هي 0.4. كتقرا إما نقراوها كتابة حرفية 0.4 أو 14. هذه هي الكتابة ديالها، وهذه بالأرقام وهذه بالحروف. غنشوفوا أمثلة تطبيقية في هذه الحالة. هذه كما قلت لكم هنا وضعت لكم هذه القاعدة باش تفهموها مزيان. هنا مثلا إلا عندنا عدد مكتوب على هذا الشكل، هذا عدد عشري يتكون من جزء صحيح وجزء عشري. هذا كيتسمى المئات، هذا العشرات، وهذا الوحدات. نقدر مثلا نزيد عندنا عدد آخر غادي نسميوه مثلا الملايين. هنا أو الآلاف، عفوا آلاف عدد الملايين. هنا عندنا 4. هذا العدد 4 يسمى الأعشار، لأنه هو الرقم الأول مباشرة مورا الفاصلة. 5 تسمى أجزاء المئة، وهذا يسمى أجزاء الآلاف. مثلا 0.008 بغينا نكتبوها بالكتابة الحرفية. كيفاش غادي نكتبوها؟ غادي نشوفوا هاد 8 يوجد في أجزاء الآلاف. إذا غادي نديرو 8 أجزاء الآلاف. 8 أجزاء الآلاف. هنا يعني 8 أجزاء من الآلاف أو 8 جزءا من الألف. 8 جزءا من الألف. 8 جزءا من الألف. هنا 28.4. 28.4. هنا 28.4 غادي نكتبوها. كيفاش غنكتبوها؟ 28 وحدة، لأن كاينة العدد الصحيح. دائما عندنا العدد الصحيح ديال العدد العشري، يعني الجزء الصحيح ديال العدد العشري كنكتبوه 8. هذا العدد اللي عندنا هنا كنكتبوه 28 مثلا 28 وحدة و14. يعني غادي نديرو 28 وحدة و14. هنا 32.24 هي 32 وحدة. دائما هذا الجزء الصحيح كنكتبوه على شكل وحدة. 32 وحدة و24 يعني 24 جزءا من المئة. يعني 32 وحدة. 32 وحدة و24 جزءا من المئة. لأن هنا عندنا غير جزء، يعني عندنا أجزاء المئة. دائما كنشوفوا إلا عندنا غير الأعشار كنقراو هذا بالأعشار. عندنا الجزء آخر عدد كتبناه هو أجزاء المئة، غادي نقراو أجزاء المئة. عندنا ديال الآلاف أجزاء الآلاف غنقراو أجزاء الآلاف. 1.5 كيفاش غادي نكتبوها؟ إما نكتبوها 1.5 أو غادي نكتبو
يعني عندنا وحدة وخمسة أعشار. عندنا وحدة يعني عندنا وحدة، واحد في الوحدات يعني الجزء في هذا الجزء الصحيح، وخمسة أعشار. هنا 671.067. غادي نكتبوا دائما الجزء الصحيح على شكل وحدات، يعني 671 وحدة و67 جزءا من الألف، و67 جزءا من الألف.